صورنا اللي كانت معطله هناك. اسباب اضرابكم ايه؟ حضرتك احنا عاوزين نشتغل ومفيش معدات نشتغل بيها. احنا عاوزين نشتغل في البحر الشمال وجنوب. احنا حدنا من الناحيه الجبليه حدود جنة والناحيه البحريه حدود اسيوط، ومفيش لانشات صالحه للاستعمال عشان نطلع نشتغل بيها. وكل ما بنطلب من السيد رئيس الجسم تصليح اللانشات مفيش تصليح. وزي ما حضرتك شفت اللانشات معطله تماما ومفيش شغل معانا في المسطحات. يا دوب احنا هنشتغلهم في حاجه في منطقه المدينه المركزيه، المنطقه المركزيه واطراف المسطحات شمالا وجنوبا ما حدش بيشتغل. مطالبكم ايه؟ مطالبنا احنا تصليح اللانشات دي ومعدات ونطلع نشتغل شمال وجنوب. مين مسؤول عن تصليح المعدات؟ السيد رئيس الجسم. برضه هو بيصرف لها زيت وبنزين وسولر وكله ده اللانشات معطله، بيصرف لها هو بناء عليه الكلام ده كله ده بيروح في جيبه. ولما هو اللانش معطل يبقى كده معناها ان هو كله ده بيروح في جيبه. وبرضه ضربنا التقارير السريه بسبب كده، ان احنا عايزين نشتغل اللانشات كلها. لينا اكتر من سنه ما جابش بوجهات للانشات الصغيره. قوتكم كام المضربه اليوم؟ حوالي 30 حضر. 30 فرد وامين؟ 30 فرد وامين. القسم كله بيتظلم من السيد رئيس القسم. ليه؟ انه انسان ظالم. برضه نفس المشاكل برضه اللي هي بياخد البنزين والسولر والزيت برضه بياخدوا لنفسه، الحصه كلها ما بتشوفش منها حاجه. وزي ما انت شايف اللانشات كلها معطله وما فيش شغل. اللانشات متعطله ومتهالكه حضرتك. متعطله ومتهالكه ومفيش لاش بيطلع ماموريه. كانت في بخره هنا وما طلعلهاش تامين بسبب عدم وجود زيت. والبخره طلعت من هنا على اسيوط بدون تامين. وانا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في رئيس الجسم. موضوع البليانه ده مفيش بنزين بروح. وبعدين في ناس معطلين في البليانه سيادتك مش عايز اغيرهم برضه.